السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بهذا الفيديو حيكون مختلف عن الفيديوهات اللي أنا قدمتها قبل. حيكون عملي أو أنت بتصنع بنفسك مناكير أو طلاء الأظافر بنفسك. فاللي حتحتاجه في هذا الفيديو 100% موجود في كل البيوت. أول شيء طبعا حتحتاجوا أكواب أو كوب واحد أو كوبين من هذه الكرتونية، هذه الأشياء. حتحتاجوا كيس نايلون أو الحفظ الساندويتشات، وحتحتاجوا أعواد خشب لاستخدام مرة واحدة فقط، وهذا وهذه كمان. حتستعملوا كمان مناكير شفاف كما قلت. احنا اليوم حنعمل مناكير بأنفسنا. وكمان حنحتاج أساسي عندنا مساحيق التبرج. هذا مساحيق التبرج الظل اللي بنحطه لأعيننا أو من المكياج، هي هذه الأشياء من مساحيق التبرج. أو ممكن تستعملوا البلاشر، ممكن تستعملوا البلاشر هذا أي ممكن، بس أنا أنصح بمساحيق التبرج. هذه إذا أنت كانت موجودة عندك 100% موجودة في كل بيت. هذه إذا كانت موجودة عندك وكان في تاريخها لسه ما انتهى ممكن تستعمليها، بس أنا أنصح إنه تستعملوا التاريخ لسه ما انتهى، علشان التاريخ تستعمل مساحيق التبرج اللي تاريخها انتهى، علشان ممكن تستعملوا المساحيق التبرج اللي منيحة أو الظل للمكياج. فيلا نبدأ. أول حاجة حتختاروا اللون مسحوق التبرج اللي يعجبكم، يعني اللون تحسوه كتير عندكم ممكن تستعملوه. فأنا ما بعرف صراحة إيش هختار. فلما تستخرجوا هذا حتحطوه في كيس النايلون، وطبعا هذا الكيس تبع الساندويتشات. بعدين تدقوه بمطرقة أو أي شيء عشان يصير منيح. بعدين بتسكبوا في الكاس. فأنا حامل كل هاي الخطوات وحرجع لكم كيف تطلعي مساحيق التبرج. طبعا هي طلعت بس مسحوق واحد، فأنا حبيت أن أحطه في الكاسة بعدين أنقله على كيس النايلون. فكيف بدك تنقلي؟ أنا الأفضل إنكم تستعملوا أعواد الخشب تبعت الشيش طول. فحتبدأ أول شيء تحفروا في مسحوق التبرج أو اللون مسحوق التبرج اللي يعجبكم بهذا الشكل. مهم إنه هدول ما يكونوا مستعملين، عرفتوا كيف؟ يعني ما يصيروا متفتفتين ويوقعوا. بهذا الشكل حتفضوا العلبة أو الحديدة تبعته، بعدين بتكبوه بهذا الشكل، تكبوه في الكاسة. فالأفضل إنكم تحطوه من الكاسة، تحطوه في الكاسة بعدين تنقلوه من الكاسة إلى كيس النايلون. وحتى مش ضروري يكون كيس نايلون، أي كيس موجود عندكم. فأنا حنقل كل مساحيق التبرج، حتى ممكن تستعمل لون واحد بس المناكير حيطلع عليه. فأنا حستخرج مساحيق التبرج بعدين حرجع لك. بهذا الشكل بكون نقلت مساحيق التبرج أو ألوان مساحيق التبرج ودقيتها بالمطرقة. بعدين رجعتها في الكاسة. طيب الآن أنا اشتريت هذا المناكير، مش ضروري إنه يكون أصلي، هذا كوري، لا الله ياباني. هذا مناكير يصنع في اليابان. صح، صنع في اليابان، وأنا كتير 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 بحب اليابان. بعد ما سويته حطيت المسحوق التبرج في الكاسة، حتحطوا المناكير الشفاف بهذا الشكل كله، حتكبوه تحطوا بهذا الشكل.
وبعدين كمان حتاخدوا العود اللي مرة واحدة فقط استخدامه، وحتحركوا زي مساحيق التبرج والمناكير بهذا الشكل. تحركوا شوي بس عشان الألوان تتخلط في بعضهم. ولاحظت ولو لاحظتوا كمان اني ضفت اللون الأبيض، يعني أنا حطيت 1 2 3 4 5 ألوان من الألوان يعني 4 ألوان من اللون الوردي وواحد لون من اللون الأبيض علشان يفتح اللون، عشان أنا كتير 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 بحب إني أحط مناكير باللون الوردي. طيب هلا هاي العلبة ما حنرميها. لا أكيد ما حنرميها. حناخد قمع أنا سويته بالورق، انتوا الأفضل انكم تسووه بالورق. وهنا عملتله كمان ثقب علشان ينزل المناكير. راح أحرك هذا جيدا، بعدين بس أحركه جيدا حرجع لكم. طيب ولازلت بحرك لسه، وكمان صار أفضل عن أول، أحسن، يمكن مش باين عندكم. فأنا بحرك بواسطة ملعقة بلاستيكية من تحت، رقم من تحت، ممكن أي شيء. طبعا هذا الاستخدام واحد فقط بهذا الشكل. بعدين هلا حناخد هذه، ممكن يعني نسويها بهذا الشكل، ممكن يعني تكونوا حابين. بس الآن حدخل القمع التصوير. وأنا ليه اخترت الورق؟ علشان بتحمل رطوبة، وعملت من هنا كمان ثقب. فحدخل المناكير اوكي، يعني كفي بالضبط. فكرت انا ما حيكفي، بس بالضبط انا هلا شايفة، بس يمكن مش واضح عندكم. كتير 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 حلو اللون اللي طلع، يعني عشان ضفت الابيض طلع كتير 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 روعة. وشايفين كيف انه الورق تحمل، يعني ما انفتح الورق. كمان القمع يعني فعال، بس لو كبرت الثقب اكتر ممكن يصير احسن، بس منيح. طيب هلا حرجع الغطايا، حقفل المناكير. طيب بعد ما قفلنا المناكير هلا حنحرك بهذا الشكل عشان المواد تختلط. ولو شايفين كمان انه صار لميع، في لماعة يعني كتير 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 حلو. طيب هلا صار وقت عشان نجرب. انا ما حجرب بأظافيري، ثواني، حجرب بأظافير الصناعية. طيب اجى الوقت عشان اجرب.
كتير 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 حلو اللون، بس يمكن مش حلو عندكم اللون في الكاميرا، بس كتير 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 روعة. حتى الطريقة سهلة كتير. بان اللميع على ما أعتقد. صراحة ما بعرف من وين اللميع، يمكن أنا حطيت الأبيض لميع، ما بعرف صراحة. بس كتير 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 حلو، عجبني. طيب أسفة لأني ما قدرت أكمل الإصبع كامله. طيب أتمنى يا رب إن الحلقة تنال إعجابكم وتعجبكم، وإذا عجبتكم بليز ما تنسوا اللايك شير وتشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، وتكتبوا لي كومنت تحت. يلا مع السلامة.